بيبدا فيديو النهارده ببطلنا ريك اللي بيكون ماشي وسط العالم متدمر لدمر الزومبي، وبينزل من عربيته عشان يدور على بنزين. وهو ماشي بيسمع صوت وبينزل يبص تحت العربيه، بيلاقي بنت صغيره تيجي تمسك الدبدوب وبتمشي، فهو بيمشي وراها عشان يحاول يساعدها. كان بيتفاجئ ان هو بيلاقيها زومبي، فساعتها بتقرب منه عشان تاكله، بس هو بيطلع مسدس ويضرب عليها ويكون حزين من اللي هو عمله ده، بس هو كان مضطر. وبنرجع للماضي، بيكون ريك قاعد مع صاحبه شين في العربيه، واللي بيكونوا ظباط وبيكونوا قاعدين بيتكلموا مع بعض، وريك بيحكي ان هو عنده شويه مشاكل مع مراته. ساعتها بيسمعوا في اللاسلكي ان في مجرمين قريبين منهم وهم لازم يروحوا لهم دلوقتي، فهم بيتحركوا بسرعه على هناك وبيعملوا كمين هناك للمجرمين. فالمجرمين بيجوا وبيقعوا في الكمين والعربيه بتاعتهم بتتقلب، وبيطلع واحد منهم من العربيه وبيضرب نار ويسيب ريك، بيتبادلوا اطلاق نار معاه وبيخلصوا عليه. وبيطلع مجرم تاني من العربيه وبيضرب عليهم نار وبيتبادلوا مع اطلاق نار هو كمان وبيقضوا عليه هو كمان. ساعتها بيقرب شين من ريك عشان يطمن عليه، ولكن بيكون لابس واقي الرصاص وما حصلوش اي حاجه، ولكن بيكونوا واخدين بالهم ان بيكون في مجرم تاني بعيد ولسه عايش، فبيطلع يمسك مسدس وبيضرب عليهم، ولكن المره دي بيسيب ريك وريك بيقع على الارض. وساعتها بينقلوه على المستشفى، وهو بيفتح عينه في المستشفى بيلاقي صاحبه شين جاي ومعاه ورد وبيقعد يبص له. ساعتها بيخش في غيبوبه تاني وبيفوق من الغيبوبه ويبص جنبه بيلاقي الورد مات، فهو بيعرف ان هو عدى وقت طويل على اخر مره شاف فيها صاحبه. بيبدا يشيل الاجهزه من عليه ويقوم من مكانه، وهو قايم بيقع على الارض يكون متاثر من الاصابه بتاعته. بيقعد ينادي على الممرضين عشان حد يجيله، لكن محدش بيجيله. بيقوم تاني ويبدا يطلع في الدور، لكن بيتفاجئ ان المستشفى بتكون مليانه فوضى مهجوره خالص، ما فيش اي حد. وبيكون ماشي لحد ما بياخد باله ان في جثه واقعه في نص الطرق وبتكون متاكله، فبيستغرب من اللي هو شايفه ده، لكن بيكمل ماشي لحد ما بيوصل قدام باب مكتوب عليه لا تدخل الموت بالداخل. ساعتها هو بيطلع بره المستشفى وسط الجثث الموجوده حواليه في كل مكان، وبيبدا يطلع بره وبيلاقي هليكوبتر متدمره قدامه، وبيفضل ماشي لحد ما بيلاقي عجله ويكون جنبها نص جثه بتحاول تقرب منه عشان تاكله، لكن هو بيركب العجله ويبدا يتحرك بسرعه على البيت بتاعه. واول ما يوصل عند البيت بينزل وبيخش جري وبيقعد ينادي على مراته وابنه، لكن محدش بيرد عليه. فساعتها هو بينهار وبيقع على الارض وبيقعد يضرب نفسه عشان يفوق، وبيفتكر نفسه ان هو كل ده في غيبوبه، لحد ما بيطلع بره وبيقعد وهو منهار، وبيجي طفل وبيضربه على دماغه عشان بيكون فاكره زومبي، وبينادي على ابوه وابوه بيجي بسرعه، ولكن ريك بيغمى عليه، والاب بيكون اسمه مورجان. ساعتها ريك بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في السرير، وبيبدا مورجان يساله لو كانت عض او اتخربش، لكن ريك بيقول له الاصابه اللي عنده دي اطلاق نار. وساعتها بيفكوا وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وبيدعوا قبل ما ياكلوا. وساعتها بيبدا مورجان يشرح لريك اللي بيحصل، بيقول له ان موجودين في الشارع دول بره اسمهم السائرين، بيقول له ان هم بيبقوا موجودين اكتر بالليل، ويقول ان هو كان خايف منه بسبب الضماده اللي هو كان حاططها، وان هو كان فاكره معضود او متخربش، لان اي حد بيتصاب بيموت وبيرجع تاني وبيكون زومبي. ويبدا مورجان يساله عن اسم كارل، فبيقول له ان ده ابنه وان هو دلوقتي موجود مع زوجته، وبيسمعوا صوت بره وبيقوموا بسرعه يقفلوا انوار البيت كله، وبيروحوا يبصوا من الشباك ولقوا ان في عربيه عامله صوت والزومبي كله ملموم حواليها، لحد ما بتيجي ست متحوله لزومبي وبتقف وتقعد تبص لهم. ساعتها الواد الصغير بيخش جري جوه وبيقعد يعيط، وبيخش مورجان وراه ويهديه. بيفضل ريك باص للست دي ومركز معاها، وهي بدات تقرب من البيت لحد ما بتقرب من باب الشقه بتحاول تفتح الباب، ويبدا مورجان يقول له ان هي اتصابت هنا وان هو كان لازم يقتلها، ولكن هو ما قدرش وسابها تتحول وانها تبقى مراته. بيخرجوا تاني يوم الصبح وبيبداوا يطلعوا بره، مورجان بيقول له لازم تضربهم في دماغهم عشان يموتوا. وساعتها بيتحركوا على بيت ريك، ويبدا مورجان يساله ايه اللي اكد لك ان مراتك وابنك عايشين، وبيبدا ريك يقول له ان في هدوم وصور مش موجوده في البيت. يبدا مورجان يقول له ان ممكن يكون حرامي اللي اخدهم عادي، فريك بيقول له لا، ان في صور منهم صور عائليه. وبيبدا مورجان يضحك ضحك هستيري بيقول له انا برضه كنت بلم الهدوم والامدادات وهي كانت بتلم صور العيله. وبيتحركوا مع ريك على مركز الشرطه، بيكون المركز فيه ميه، فبيبداوا يستحموا وبيكونوا مبسوطين وفرحانين. فمورجان بيبدا يقول له ان في مكان تبع الحكومه كان الناس بتتجمع فيه، فريك بيتمنى ان هو يلاقي عيلته هناك. ساعتها ريك بيخش اوضه الاسلحه وبيلم شويه اسلحه معاه وبيدي سلاح لمورجان. ساعتها بيطلعوا بره وريك بيعرض عليه ان هو يجي معاه، لكن مورجان بيقول له ان هو هيدرب ابنه على استخدام السلاح، بعد كده هيجي وراه على طول. ساعتها الاثنين بيتحركوا كل واحد بيمشي من طريق، وساعتها مورجان بيطلع على البيت وبيكون حزين ومنهار وهو عمال يقرف في صور مراته، وريك بيروح على المكان اللي كان فيه نص الجثه اللي ظهرت في اول المسلسل. ويبدا مورجان يطلع من الشباك ويجرب القناصه بتاعته على الزومبي الموجودين في الشارع، وريك ساعتها بيطلع المسدس بتاعه وبيخلص على نص الجثه اللي قدامه، وبتظهر مرات مورجان قدامه وبيحاول يضرب عليها لكن مش بيقدر. وريك وهو ماشي في الطريق بيبدا يتكلم في اللاسلكي عشان لو اي حد سامعه يتواصل معاه، في مجموعه بيسمعوه وبيحاولوا يتواصلوا معاه، لكن هو بيكونش سامعه. بيظهر شين صاحبه وبيبدا يحاول يتكلم معاه بس ما بيكونش سامعه، هو بيكونش عارف ان ده ريك، وبيكون شين وزوجة ريك متجوزين، ما بيكونوش عارفين ان ريك لسه عايش، ويبداوا يحاولوا يتواصلوا معاه ان يحذروه ان هو يخش المدينه، لكن هو بيكون سامعهم. بيكمل في طريق لحد ما بيقف قدام بيت وبينزل عشان يدور على بنزين، ويقرب من البيت ده ويحاول ينادي لاي حد موجود يرد عليه، لكن محدش بيرد عليه. بيقرب من الشباك وبيبدا يبص، لكن بيتفاجئ ان بيكون في جثث جوه البيت، فبيمشي وهو حزين ويبدا يتحرك لحد ما بيلاقي حصان موجود، ويبدا يقرب منه عشان يحاول يروضه، وبينجح ان هو يروضه وبيركب عليه ويبدا يتحرك معاه لحد ما بيوصلوا المدينه فاضيه، ويبدا يلفوا لحد ما بيشوف هليكوبتر طايره فوق، يبدا يحاول يجري وراها. وهو ماشي وراها بيلاقي مجموعه كبيره من الزومبي بتظهر قدامه، فبتصدم مره واحده ويبدا يجري منهم لحد ما الزومبي بيحصلوا من كل مكان وبيقعوا من الحصان، والزومبي بيتلموا على الحصان وبياكلوه، وهو بيحاول يجري منهم لحد ما بينزل تحت الدبابه ويطلع المسدس بتاعه ويبدا يضرب عليهم، لكن خلاص بيكون بدا يفقد الامل لان عددهم بيكون كبير. ويبدا يودع ابنه ومراته
وبيبدا يطلع السلاح عشان يضرب بنفسه، لكن فجاه بيلاقي فتحه فوقيه، بيطلع بسرعه يخش جواه وبيقفل على نفسه. بيكون قاعد جوه الدبابه وبيلاقي جثه جنبه، بيبدا يمد ايده ياخد منها السلاح، واول ما بياخد منها السلاح بتبدا تتحرك، فهو بيطلع المسدس بيضربه طلقه، فصوت الطلقه بيعمل صوت زنه عاليه، ويبدا هو يصدع ويقع على الارض. بعديها كده بيبدا يفوق وبيطلع فوق من الدبابه، بيبص بيلاقي شنطه الاسلحه وقع وسط الزومبي. فجاه الزومبي بيبدا يتلم عليه وبيكون هيخش الدبابه، وبيرجع تاني يخش وبيكون خلاص يائس لان الذخيره معاه يا دوبك مش تعمل حاجه مع الزومبي. وساعتها بيسمع صوت جاي من لاسلكي، رجعوا الامل تاني، والصوت ده بيقول له يا غبي مبسوط من قعده الدبابه. نرجع للمجموعه اللي كان معاها مرات ريك، وبتسيبهم بتروح الغابه عشان بتكون بتدور على الاكل. لما بتوصل بتسمع صوت حواليها وبتكون خايفه، وفجاه بيظهر واحد قدامها ويكون شين. ونرجع لريك اللي بيكون لسه قاعد محاصر في الدبابه، بتوصل مع الراجل تتواصل معاه لاسلكي، وريك بيقول له مالكش اي نصيحه عشان اعرف اهرب؟ فبيقول له ان هو يخرج من عمين الدبابه عشان الزومبي هناك اقل شويه. وريك بيساله على شنطه الاسلحه، فهو بيقول له انساها لان الزومبي متجمع حواليها. وبيسال ريك ايه الاسلحه اللي معاك، فريك بيدور في الدبابه ويلاقي قنبله، وبيقول له انا معايا قنبله و15 طلقه. وهو بيقول ريك حاول تنشن صح، وان هو ينط من عمين الدبابه ويخش الشارع اللي هيقابله هناك. وريك بيستعد وبيطلع من الدبابه وبيضرب اول زومبي بيقابله، وبيقعد يجري وعمال يضرب نار على الزومبي. وقابل واحد وكان ضربه النار لانه كان فاكره زومبي، وبيطلعوا جري على السلم، وبيكون الزومبي قاعد متجمع تحت، وبيتعرفوا على بعض، وبيعرف ان ده الشخص اللي كان بيكلمه في اللاسلكي واسمه جلين. وبيدخلوا المبنى وبيقابلوا 2 زومبي في وشهم، واصحاب جلين بيطلعوا وبيخلصوا عليهم. واول ما بيخشوا المكان جوه، وفي واحده بترفع السلاح على ريك وبتكون متعصبه منه، وفي واحد بيهديها وريك بيكونش فاهم ايه اللي حصل، فهو بيجي ياخده كده وبيبدا يشرح له، يقول له احنا بنيجي هنا ندور على الاكل ونمشي على ترتيب صواوعنا عشان محدش يحس بينا، لكن انت طلعت المسدس وقعدت تضرب نار على الزومبي كانك في حرب، فلميت الزومبي حوالين المبنى. فيبداوا يسمعوا صوت طلق، فبيطلعوا جري على السطح، بيلاقي صاحبهم ماسك القناصه وعمال يصطاد في الزومبي. فصاحبه التاني يبدا يتخانق معاه عشان ده اخر طلق معاهم، ولكن بيبداوا يمسكوا في بعض، فبيجي ريك يحاول يحوشهم لكن بياخد بالبوكس في وشه، وبينزل ضرب في صاحبه تاني ويطلع المسدس عشان يضرب عليه نار، بس بيرجع في كلامه وبيتف عليه وبيسيبه، بيقول ان هو هيعمل تصويت للي هيكون قائد المجموعه، وبيصوت لنفسه، وطبعا بيبقوا خايفين منه وبيصوتوا لهم كمان. ولكن ريك بيظهر من ظهره بيضربه على دماغه وبيكلبشه، وبيبدا يحاولوا يتواصلوا مع لاسلكي مع اصحابهم اللي بره، لكن الاشاره بتكون ضعيفه. وريك بيقترح عليهم انهم يمشوا تحت في المجاري، فبينزلوا يتفقدوها، وجلين بيكون نازل وريك بيكون عايزين يساعده، فبيقول له لا خليك هنا، انا كل مره باجي لوحدي وبطلع غير ما حد يحس بيا، بس يوم ما اجيب حد معايا يحصل كل ده. وبيقول ريك انت بارع في استخدام السلاح، خليك انت هنا. وبينزل هو تحت وبياخد واحد معاه، والباقي كل واحد بيتحرك على مكانه. ولين هو تحت بيلاقي الطريق مسدود بحديد، وصاحبه بيقول له عشان يسحل الحديد ده محتاج اقل حاجه نص يوم، هم اصلا مش معاهم المعدات دي. ففجاه بيتفزعوا لانه بيلاقوا زومبي قدامهم، فبيرجعوا بسرعه وبيطلعوا فوق على السلم. بنروح عند ريك، والبنت اللي معاه بتكون لاقيه تقعد واخدته عشان تدي له اختها، وبيبداوا يتجمعوا ويتكلموا. وجلين بيقول ريك ان الزومبي بيتجذبوا من الصوت والريحه. ساعتها ريك بيطلع بره وبيجيب زومبي بيخش بيه جوه، ويبدا يطلع الفاس ويقعد يقطع فيه، ولكن مش بيقدر يكمل، وبيجي واحد يكمل مكانه. وساعتها بيحط على جسمه احشاء هو وجلين عشان ريحتهم تبقى زي الزومبي، ويتجنبوا يحط على عينيهم او على جلدهم عشان ما يتصابوش. وبينزل ريك وجلين وسط الزومبي ومش بيتعرفوا عليهم بسبب الريحه، وباقي المجموعه بتطلع على السطح عشان تراقبهم، لكن المجموعه اللي بتكون بره المكان بيكونوا قاعدين قلقانين عليهم ان هم اتاخروا. وبيكون شين قاعد بيلعب مع كارل ابن ريك، وفجاه بيسمع صوت على سلكي، فبيجروا بسرعه عشان يردوا، وتكون دي المجموعه اللي جوه، ويقول لهم ان هم محاصرين من مئات من الزومبي، بيكونوا عايزين يروحوا يساعدوهم، بس شين بيرفض لان بيقول لهم ان هم كده هيخاطروا باقي المجموعه. وبيكون ريك وجلين ماشيين وسط الزومبي والدنيا تمام، لحد ما الجو بيبدا يقلب والدنيا تبدا تمطر، وتبدا ريحتهم تختفي، ويبدا الزومبي يتلم حواليهم ويبداوا يجروا منهم، لحد ما بيلاقوا سور قدامهم بينطوا من فوقيه. وريك بيطلع المسدس وبعدين يضرب عليهم عشان يعطلهم، لحد ما جلين يلاقي المفاتيح. وفعلا جلين بيلاقي المفاتيح ويركبوا العربيه اتحركوا بسرعه. باقي المجموعه بيبصوا عليهم وهم ماشيين، بيكونوا فاكرين ان هم سابوهم ومشوا، لكن الحقيقه ان ريك عايز يبعد الزومبي عن المكان عشان صحابهم يعرفوا ينزلوا. وجلين بيركب عربيه وبيعمل صوت ويبدا يجري ويلم الزومبي حواليه. وباقي المجموعه بيكونوا فوق نازلين، ولكن بيفتكروا اللي مربوط بالكلبشات، لكن هو بيجري بالكعب المفتاح بيطير منه، فيبدا يزعلوا ويقولوا ان هو كان قصده يعمل كده، لكن هو بيبقى حزين ويبدا يسيبه وينزل، ولكن قبل ما يمشي بيقفل عليه الباب عشان الزومبي ما يطلعش ياكله. وساعتها ريك بيكون واقف لهم تحت وبيجروا يركبوا معاه بسرعه قبل ما الزومبي يوصل لهم، بياخدوا العربيه وبيجروا. وكانوا كلهم عاملين يبصوا للراجل اللي وقع منه المفتاح، وبيقول لهم انه ما كانش قصده يسيبه بس المفتاح وقع منه، فبيكملوا طريقهم. وبيكون حزين وبيظهر جلين وهو بيجري بالعربيه ومبسوط. وكده نكون خلصنا اول حلقتين من ملخص الموسم الاول من ذا ووكينج ديد. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك عشان نكمل باقي الاجزاء، وسلام.